هذا رجل من أهل الرياض متزوج وعنده ولدين، خلى عياله وخذ زوجته وراح للحج. يوم وصل الطايف ولا زوجته على وشك ولادة، ولا هم قاعدين عند بيت من بيوت أهل الطايف ما يعرفونه، ولا المرأة تصيح، طقوا الباب فتح لهم هاك الرجال. المرأة تعبانة وتبي تضري تكفى فزعنا، قال ابشري ويدخلونها عند الحرم عند الحريم. الجار نقز طق على رابع بيت وتجي مولدة، ويحاولون يولدون المرأة، لكن المرأة كانت ولادتها متعسرة وتتوفى المرأة وتجيب بنية. خذوا الفجر المرأة وغسلوها وصلوا عليها ورجعوا. قال راعي البيت راعي الطائف الحين هذه بنت ما تم يعني لا لها حليب ولا شيء، انت رح حج وقف فرضك وارجع لنا. قال جزاك الله خير، عز الله خير ما طلب. راح زوج المرأة وحج وانتهت مناسك الحج وقعد له 24 يوم. يوم رجع ويطق الباب على الرجال ويدخل عنده، يوم قهوة وخلاص قال أحسن الله عزاك في بنيتك، ترى البنت توفت ثاني يوم أو ثالث يوم من روحتك. وشلون؟ قال العلم اللي جاك وبوديك للمقبرة. يقول يوم جو للمقبرة ولا هذا قبرها البنية. قال الله يخلف لي فيهم خير. رجع للرياض وعاش، تزوج أمورها، جوه عيال في عام 1426 بعد 55 سنة من وفاة زوجته وبنته. له حفيد من ولده الأول يشتغل في الحرس الوطني، قدم على الحرس واشتغل في الحرس الوطني معه في نفس الدورة واحد، صار بينهم علاقة وخذوا لهم شقة، صاروا اثنين مع بعض بينهم علاقة ومحبة وتوالفوا والف مو بسيط محبة. يوم قعدوا لهم 6 شهور قال راعي الرياض الولد اللي خويه ليش ما تسير علي يعرفك على ابوي وعلى جماعتنا؟ قال ابشر. يوم خذ اتصل عليه قال انا جايك في الرياض. راعي الشرقية جاء للرياض واستقبله، قلطوا قهواه ولا هذا ابوه يدخل عليه يسلم عليه. وجاء الجد على العصا. الجد من هو؟ اللي زوجته توفيت وبنته في الطايف، اللي راح يحج، اللي يحج بس كبير وكان عمره في الثمانينات، ويعضد وعلى كرسيه وعليه نظارات مقعرة ويقعد على الكرسي. قال يا ابوي هذا زميلي في دورة في الحرس الوطني. جاء وسلم عليه، يوم قام يناظره ويفسخ النظارة ويناظره ويردها يا هلا ويقعده. جابوا العشاء وتعشى والشايب دبر راح لغرفته، قاعد عندهم يومين ومشى. الشايب ضربت فيه الهواجيس يوم شاف الولد، ويتصل على ولد ولده قال يا ولدي يسأل الرجال يعرف فلان بن فلان الفلاني، سماه رباعي. قم الولد واسأل زميله في الشقة تعرف فلان بن فلان فلاني؟ قال لي هذا جدي. قال اسأله هو ساكن في الطايف؟ قال إيه. قال عندك تلفونه؟ قال نعم جدي وابو امي اعرف تلفونه. قال خله يعطيني اياه ويعطيه التلفون. الشايب يوم جاء صبح اليوم الثاني ينادي ولده الكبير، قال اركب. وين؟ قال الطايف. قال عمره؟ قال لا. مشينا. ويركب الشايب مع ولده ويجون للطايف ويدقون على الرجال، قالوا حنا ضيوف من الرياض جايين نقلط عندك. قال الله يحييك، ويوصف لهم البيت ويجون للبيت ولا الباب مفتوح يدخلون. ولا هذا الشايب ابوه 75 سنة او ازيد في عمر الرجال. تقهوى ولا عليهم بالخير. قم الشايب هذا قال انت بن فلان بن فلان الفلاني؟ قال ايه. قال ما عرفتني؟ قال لا. قال متأكد؟ قال لي والله ما عرفتك. قال ما تذكر قبل 55 سنة جاك رجال مع زوجته وحامل، وقفنا عند بيتك في المكان الفلاني وده؟ قال اصبر هو انت؟ قال ايه. قم وسلم عليه سلام من جديد، يا هلا يا مرحبا. قال المهم يوم سولف قال اسألك بالله البنت ماتت ولا ما ماتت؟ يقول يوم ذاك بتسأل. قال لا والله ما ماتت. قال ليت سميتها عني، ليك اخفيتها بنتي. قال يا ابن الحلال انت رحت للحج
والمرأة ولدت مرتي ومات ولدها، وتعلقت فيها البنت ترضعها كل يوم، وقالت الرجال هذا ماتت زوجته وهذه بنته ما حد يرضعها ولا حد مسنعها، وانا تعلقت فيها ورضعتها وصرت امها. واذا جاك الرجال قل له بنتك ماتت وهذا قبرها ووره قبر ولدنا. وهالحين انا تحت حكم الله بين يدينك. قال البنت وينها؟ قال متزوجه وعليها ورعان وعمرها 55 سنه وفي داخل البيت. قال ابي اشوف بنتي. ويروحون طال عمرك الابو يروح للبنت. بنتي؟ قالت نعم. قال العلم سلامتك، القصه هالشكل وهالشكل، وانا لاني ببوت، والمراه اللي ماتت ما هي بامك، توفيت الام. وش تقول؟ قال والله ابوت في المجلس يسمعت وخوت من ابوت وبوت معه. وهي تكذب تصدق. انت وش تقول؟ انا متزوجه، انا عندي عيال، انا ما وعيت على الدنيا الا انك ابوي وهذه امي. قال اقول اعذرينا وسامحينا وحللينا، احنا ربيناك واحسننا فيك، لكن والله هذا اللي صار، وانا والله العظيم ما ادري شو اسوي. والابوت الحين موجود برا، ابيك تطلعين تشوفين. وهي يغمى عليها، ودونها المستشفى، تجيها صدمه عصبيه، ويقعدون 4 أيام بالمغذيات وهذا الين فاقت. والشايب عندها بعصاته يناظر ويبكي ويقرا عليها. ابوها الحقيقي يوم وعته لهذه وتتلطم عنه، قال لا تطلب انت بنتي، وتخمه على السرير. ويصير الحقيقه يعني شيء عظيم، بعد 55 سنه تشوف بنتك من صلبك وتسلم عليها. ولا الولد اللي في الحساء مع حفيده ولدها عرفه بالشبه، يقول انا يوم دخل عليه الولد انا على جدته، طالع على جدته 100%، ابرق في الولد ابرق في الولد. وجاء في خاطري وقمت افكر هالايام، وتاكد لي عقب اعطاني الاسم كامل وانه في الطائف ان هذا حفيدي. وشوف الله سبحانه وتعالى، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقي. وياخذ بنيته ويرتبها معه ويجيبها مع اخوها للرياض ويعرفها باخوانها ويعرفها بعماتها وخالاتها، ويجتمعون بعد فراق مديد. اسال الله العلي العظيم ينفع بهالقصه. وشوف الله سبحانه وتعالى مدبر هالكون وهالعظيم الكريم سبحانه وتعالى كيف خلى هالولد يدرس مع الولد والشايب يعرفه، والشايب قبل ما يموت يرجع البنت انسبه. واسف للاطاله، واللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه الفراسه، انا اقول لك الفراسه هذه فراسه المؤمن. لكن الحمد لله اليوم لما ولد المولود ترى يعني ياخذون بصمات يديه وياخذون بصمات رجليه، صح، وعليه سواره وامه سواره ومضبوطه الامور اليوم، ما عاد في مجال للعب. لكن هذه ايام ما كانوا الناس يولدون في بيوتهم، صحيح. لكن اليوم الحمد لله يعني في مستشفيات وترتب الامور ومحافظين على اولاد الناس. الله يجزاهم عنا. الله يبيض وجيكم ويجزاكم خير. والله قصص توجع القلب، لا قصة ابو محمد ولا قصة ابو عبد العزيز.